موضوعنا اليوم شلون تحول دينار إلى 30,000. السلام عليكم مأجورين. أكيد تكرر على مسامعكم إنه لو حطيت $100 قبل 10 سنين في البيتكوين كان اليوم عندك ما أدري شنو، لو حطيت هالقد في السهم الفلاني كان صار عندك هالقد شو اسمه. اللي ما حسبوا حسابه هالأشخاص إن هالشخص هذا يمكن ما يصبر أصلا يخلي فلوسه 10 سنين، وفيها مخاطرة وفيها عدم يقين أصلا إن أي سهم بالضبط اللي بيرتفع. لكن الشيء اللي متكلم عنه اليوم مضمون وما في مخاطرة ومو محدود أصلا، مو 30,000 دينار بتصرفها وتنتهي. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة واحدة تدري تساوي كم؟ يعني تساوي 30,000 ليلة. يعني دينار واحد تطلعه في ليلة القدر كأنك متصدق بدينار لمدة 30,000 ليلة. عاد عندك الحسبة لو انت طلعت أزين من دينار 10 مثلا. زين، دام الموضوع كذي يا أخي تعامل ويا الموضوع بذكاء. قراءة سورة التوحيد قل هو الله أحد 3 مرات تعادل ختمة. يعني لو تقراها 9 مرات يعني 3 ختمات، يعني كأنك ختمت القرآن 90,000 مرة. مستوعب؟ زيارة أهل البيت عليهم السلام والإمام الحسين خصوصا، زيارة واحدة في ليلة القدر كأنك زاير الإمام لمدة 30,000 ليلة. أزيدك، من أفضل الأعمال في ليلة القدر طلب العلم، وأفضل العلم عن فاطمة الزهراء عليها السلام. ليش؟ بسبب هذه الرواية اللي تحت. تخيل عاد تتعلم عن فاطمة الزهراء كم صفحة تصير كأنك قاعد تطلب العلم عن مقامات الزهراء لمدة 83 سنة، يعني عمر كامل في الزهراء عليها السلام. هذه الفكرة مو معناتها أنك تكتفي بآية، هذه معناتها أنك تقاوم قاعدة الديوانية والأهل وتقوم تقابل ربك، وكل ما حسيت تعب أنك تقول لروحك لا بسوي شيء أزيد حق أحصل أدبال أزيد. هي كلها ليلة. والفكرة الأذكى أنك بدل ما تسوي هالأعمال بروحك وتنحسب بس 83 سنة، أنك تنشر هالفيديو لو 3 أشخاص سووها وسووا الأعمال كلها محسوب في محفظتك. شفت أن 30,000 دينار ما تسوى.